كان واحد الشاب سميتو ياسين، ساكن في حي هادئ في واحد المدينة قديمة. كان خدام غير بالليل، وديما كيرجع مع 2-3 ديال الصباح. النهار كينعس والليل كيعيش. نهار من الأيام هو راجع في الليل شاف دار قديمة ما كانتش قبل في داك الزنقة. وقف شوية حيت هو حافظ الزنقة مزيان، ولكن هذيك الدار باينة جديدة، أو بالأحرى قديمة بزاف ولكن ما كانتش. قال مع راسو يمكن غير ما كنتش كرد البال، ولكن الحاجة الغريبة الضوء كان شاعل فيها. قرب شوية وسمع الصوت بحال شي واحد كيناديه ياسين. تجمد في بلاصتو، شكون عارف سميتو في الليل وفي هاد البلاصة؟ رجع اللور بسرعة وما بقاش شاف حتى موراه. داز يومين وياسين بدا كيحس براسو ماشي مرتاح، كيحلم بنفس الدار كل ليلة، كيشوف الباب محلول وشي واحد كيتسناه يدخل. وفي النهار قرر يرجع لنفس الزنقة، ولكن الصدمة الدار ما كايناش بلاصتها، غير الحيطان قديمة والساحة خاوية. من داك النهار ولات الحوايج كتبدا تبدل. الباب ديال دارهم كيتحل بوحدو، الصوت كيرجع في الليل وكيدخل. المرايا كتبان فيها شي حاجة واقفة موراها، ولكن ملي كيدور ما كيكون حتى حد. نهار قرر ياسين يصور باش يتأكد واش غير كيتهيأ ليه ولا بصح. حط الكاميرا في بيتو وخلاها شاعلة. في الصباح يشوف الفيديو، وهادي كانت الصدمة كبيرة ليه. في وسط الليل الباب تحل وشي ضو دخل، وقف حدا الناموسية ديالو وقرب من ودنو وهمس: راك وعدتيني ترجع، علاش ما جيتيش؟ ياسين تجمد الدم في عروقو، حيت هو عمرو ما دخل لهاديك الدار، ولا بدا كيقلب في الماضي ديالو. تذكر واحد الحاجة اللي نساها. منين كان صغير ياسين كان كيلعب مع صحابو في واحد الزنقة مهجورة، وكانوا كيقولوا كاينه دار مسكونة. مرة تحداو بعضياتهم يدخلوا وهو دخل وشاف نفس الدار وسمع نفس الصوت، وخرج كيبكي. ولكن قبل ما يخرج سمع الصوت قال ليه: غادي ترجع بوحدك، دابا كل شي ولا واضح. الدار راه ماشي جديدة، هي كانت كتسناه في الليل. سمع الباب كيتحل مرة أخرى، ولكن هاد المرة ما خافش. خرج ومشى لنفس الزنقة، والدار كانت تما والباب كان محلول. وقف قدامها وتنفس بعمق وقال: جيت. دخل والباب تسد بوحدو. دخل ياسين والباب تسد موراه بوحدو. من داك النهار ياسين ما بقى شافوه حتى واحد، ولكن السكان ديال الحي كيحلفوا كل ليلة كيبانطو في داك المكان، والصوت جديد كيقول: دخل، راه مازال ما سالاش النهاية، ولكن بصح سالات.
القصة مازال ما كملات. المهم منين دخل ياسين حس براسو داخل واحد العالم اخر. الدار من داخل ماشي كيف ما كتبان على برا، الحيطان طوال والضو ضعيف والصوت خطواتو كيرجع بصدى غريب، بحال شي حد اخر كيمشي معاه، بحال شي حد كيمشي موراه. قال بواحد الصوت خافت كاين شي واحد هنا. جاوبو نفس الصوت ولكن ماشي ديالو. تبع الصوت حتى وصل لواحد الغرفة مسدودة والباب ديالها كان قديم ومشقق، ولكن كيبان فيه شي نقش غريب. مد يدو باش يحل الباب، ولكن قبل ما يلمسو سمع واحد الصوت من موراه: ما خاصكش تدخل، دور بسرعة. وشاف واحد الطفل واقف لابس حوايج قديمة وعينيه حمرين بشوية. قال ليه الطفل: إلا دخلتي ما غاديش تخرج. ياسين حبس شوية ولكن الفضول غلبو. سول هذاك الطفل، قال له: شكون انت؟ جاوبو: انا كنت بحالك. قشعريرة دازت في الجسم ديال ياسين، تبولي سميتو، ولكن قرر يكمل وحل الباب. منين دخل لقى الظلام، وفي واحد وسط هذيك الغرفة كان واحد الكرسي واحد وفوقه واحد المراية كبيرة. قرب ليها بشوية وشاف راسو، ولكن ماشي هو. الوجه ديالو باين فيه الخوف والتعب وعينيه كحل. المراية تحركات والنسخة اللي فيها ابتسامات خايبة، وقالت ليه: تأخرتي بزاف. واحد شوية والباب تسد بقوة، والطفل بدا كيغوت على برا: هراب هراب، راه غادي تبدلك. ياسين رجع اللور، ولكن المراية خرج من هذاك الاخر بدا كيقرب ليه خطوة بخطوة. كل ما كيقرب ياسين بدا كيحس براسو كيتقاتل وما قادرش يتحرك. قال ليه: داك الشيء انا كنتسنى هاد اللحظة باش نخرج وانت تبقى بلاصتي. في داك اللحظة تذكر كلام الطفل، ويعني داك الطفل ربما كان هو قبل. جمع الشجاعة ديالو غوت بأحلى صوت: لا! ودفع المراية بيديه، والمراية تهرسات، والصوت العالي عمر الدار كامل، والضوء طفى في الدار كامل. لقى راسو في الزنقة، ما كاينش، ولكن المراية ديال واحد الطوموبيل قريبة. مشى كيجري وشاف واحد واقف موراه، نفس الوجه ونفس الابتسامة. من داك النهار ياسين ولا كيحس براسو ماشي هو. ياسين تبدل كامل. صحابو لاحظوا عليه، ولا ساكت بزاف، كيضحك بوحدو، وعينيه مرات كيبانوا غريبين بحال ماشي ديالو. ولكن هو كان حاس بشي حاجة أخطر، كان حاس أنه ماشي بوحدو في داك الجسد ديالو. في الليل وقف قدام المراية كيشوف وجوه، كيقول بواحد الصوت خافت: واش خرجت ولا بقيت؟ فجأة المراية تحركت شوية والوجه ديالو جاوبو: خرجنا بجوج. ياسين رجع اللور مرعوب، ولكن الصوت بقى كيدوي من داخل هاد المرة: انا ماشي غريب، انا غير داك الجزء اللي خليتيه تما سنين هادي. بدات الذكريات كترجع ليه، الخوف، الصدمة. داك النهار ملي دخل صغير هو خرج، ولكن الخوف ديالو بقى محبوس في داك الدار. ودابا رجع
بدا كيبان ليه داك الاخر في كل بلاصه، في المرايه حتى في الاحلام ديالو. ولكن مره كيقول نفس الجمله: خاصنا نكملو اللي بديناه. نهار نهار ما تحملش رجع نفس الزنقه. الدار رجعات كأنها كانت كتسناه مرة أخرى. دخل، ولكن هاد المرة بلا خوف. مشى مباشرة لهاديك الغرفة، ومشى لهاديك المراية اللي مهرسة، جمع هداك الزجاج بيدو تتجرحولو اليدين، ولكن ما كانش كيحس بالآلام. اليوم يا أنا يا انت. وفجأة الضوء تشعل في هديك الدار، وخرج داك الاخر مرة اخرى، ولكن هاد المرة ما كانش كيضحك. قال ليه: انا انت وما يمكنش تقتلني. ياسين وقف قدامه، قال ليه: ماشي خاصني نقتلك، خاصني نقبلك. سكت كل شي، والدار ولات هادئة. قرب ليه وشد يدو، وفي داك اللحظة الضو عمر المكان كامل. ومنين فاق لقى راسو برا، والدار اختفت نهائيا. دازو الايام وياسين رجع لطبيعته، ولكن واحد الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلاتش فيه هو ولا قوي. ما بقاش كيخاف من والو، ولكن مرة وحدة هو كيدوز قدام المراية شاف راسو كيضحك، ابتسامة ماشي ديالو، وسمع همسة خفيفة: دابا حنا واحد للأبد.